بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عقبة وحيدة تفصل المنتخب المصري لحلم الوصول لنهائي كأس العالم. حلم الوصول لإيه؟ نهائي كأس العالم. مفيش حاجة مستحيلة. احنا هنعرض مع بعض دلوقتي احنا دور ال 32 فرقة، فهنستعرض مع بعض طريق مصر في المواجهات للوصول للنهائي إن شاء الله. عندنا عقبة واحدة لو عدت، ومفيش مستحيل في الكورة، ربنا يكرمنا وممكن نوصل. يلا نعيش مع بعض كده الترتيب ونفكر سوا، والباقي كله بتاع ربنا، ومفيش حاجة مستحيل. هنعرض ال 32 فرقة من خلال الطريق المصري، يعني إنجاز اللفظ، يعني مصر هتقابل مين والمفروض مين هيقابلها، وهنقول ال 32 فرقة. تمام؟ مصر إن شاء الله في دور ال 32 زي ما كلنا عارفين هتقابل استراليا يوم الجمعة الساعة 9 إن شاء الله. الغالب من مصر واستراليا إن شاء الله مصر هتبقى طبعا في دور ال 16. هتقابل مين؟ هتبقى في دور ال 32 معاها الأرجنتين والراس الأخضر، طبعا فرقة أفريقية. يبقى الأرجنتين والراس الأخضر هيبقوا في دور ال 32 زينا. الكسبان متوقع تبقى الأرجنتين هي اللي هتقابل مصر في دور ال 16. هي دي العقبة من وجهة نظري، العقبة الوحيدة اللي هتقابل مصر في الطريق للوصول للنهائي. وهنكمل مع بعض دلوقتي ونقول ليه هي العقبة الوحيدة. هنفترض خيال، أنا بقول خيال أهو ما بقولش كورة، لأن إحنا عندنا الأرجنتين. إن الأرجنتين السنة دي متوقع هي اللي هتفوز بالبطولة، هي فرنسا في النهائي. فإن شاء الله لو إحنا عدينا الخيال ده هنبقى إحنا فرنسا في النهائي. إزاي؟ هنكمل مع بعض. كسبنا بفضل الله ثم المجهود والتوفيق كان معانا، وكان ضد الأرجنتين، فالحظ ساعدنا بشكل أو بآخر. عدينا دور ال 16 من الأرجنتين، بقينا في دور الإيه؟ الثمانية. طيب مين في سكتنا في دور الثمانية؟ هنقول دلوقتي. هنرجع بقى لدور ال 32. غانا هتلاعب كولومبيا، متوقع ده في دور ال 32. غانا هتلاعب كولومبيا، الغالب المتوقع غانا. هتقابل مين غانا؟ غانا هتلاعب الغالب من سويسرا والجزائر. دور ال 32 الغالب من سويسرا والجزائر هيلاعب الكاسب من غانا وكولومبيا في دور ال 16. يبقى سويسرا هتلاعب غانا في دور ده على حسب توقعاتنا في دور ال 16. طبعا كيروش مدرب عالمي كان ماسك مصر، ووجهة نظر يعني انه مدرب عالمي، هيغلب سويسرا رغم ان سويسرا يعني السنه دي جامده. غانا هتكسب، تبقى في دور الثمانية، تبقى غانا في دور الثمانية. واحنا قلنا بالخيال اللي احنا لسه قايلينه، مصر غلبت الارجنتين في دور ال 16، فبقت مصر هتلاعب غانا في دور الثمانية. يا عم اللي غلبت سويسرا غلبت، بس انا بقول غانا، هتبقى انت هتلاعب سويسرا في دور الثمانية. تقدر تعديها كوره، تقدر تعديها مع شويه زي ما قلنا توفيق وحظ ومجهود. لازم الثلاثه مع بعض، ووارد ان يتحققوا طول ما انت عندك ثقه في الله ومجهود بزياده وباور بزياده وانكار ذات، وكله بيحب بعضه، تعدي ان شاء الله. يبقى انت في دور الثمانيه بتلاعب غانا، بقيت في قبل النهائي اللي هو دور الاربعه. دور الاربعه مين سكتنا؟ هنكمل بقى، نرجع لل 32 من النص الثاني. البرازيل هتلاعب اليابان، المتوقع البرازيل تبقى في دور ال 16. هتلاعب الغالب من الكوت ديفوار والنرويج. المتوقع انا رايي الكوت ديفوار هتعمل نتيجه ايجابيه عن النرويج، رغم ان النرويج جامده جدا وسرعات. كوت ديفوار هتكسب، هتبقى البرازيل وكوت ديفوار في دور ال 16. البرازيل تكسب تبقى في دور الثمانية. تمام. بقيه ال 32 المكسيك هتلاعب الاكوادور. انا بقول المكسيك تكسب بحكم الارض وبحكم حاجات ياما يعني، واصلا هم فرق متقاربه من بعض، فالمكسيك تكسب تبقى في دور ال 16. هتلاعب الغالب من الكونغو وانجلترا، متوقع انجلترا تكسب، يبقى في دور ال 16 هتبقى انجلترا والمكسيك. برضه بقول بحكم الجمهور والارض المكسيك تكسب، فتبقى في دور الثمانيه مع البرازيل. يبقى البرازيل مع المكسيك. ممكن تحصل مفاجاه والمكسيك تكسب، ممكن تحصل مفاجأة والمكسيك توصل دور الأربعة وتعدي البرازيل، بس احنا هنقول البرازيل. يبقى البرازيل في دور الأربعة وجات لها من النص التاني مصر. يا رب ما يكونش حد تاه مني، أنا بقول كل ده. احنا بص كل الفرق مين قابلنا؟ استراليا، أرجنتين اللي كلنا حافظينهم، وبعد كده في سكتك غانا
في سكتنا غانا تودينا لدور الاربعه. دور الاربعه يجي لك مين؟ اللي احنا حسبناه كله البرازيل. الدور اللي قبل النهائي البرازيل احنا لسه ملاعبينها ماتش ودي قبل كاس العالم، وكن يعني بسهوله قوي كنا هنطلع كسبانين ماتش السجال. وزي ما بنقول كده اول ما قلنا الحلم المصري ده ممكن بشويه توفيق تعدي البرازيل بقيت في النهائي. يبقى ده حلم الوصول للنهائي اللي احنا قلناه في المقدمه، مش حاجه كده. عقبه الارجنتين في دور ال 16، وده الحظ اللي وقعنا في سكه الارجنتين، لان هم اتقل فرقتين فارقين بمسافات جامده. الفرق الثانيه الاقل شويه مش بعيد عننا خالص، فالحمد لله على كل شيء يعني. يبقى احنا لو عدينا استراليا هنلاعب الارجنتين، عدينا الارجنتين هنلاعب غانا يا سويسرا، وفي الغالب غانا في دور الثمانيه. عدينا غانا بقينا في قبل النهائي، هيجي لنا البرازيل اللي احنا لسه ملاعبينها، يبقى انت عديت للنهائي. تمام. ده طريق مصدر. الناحيه الثانيه ايه بقى؟ عشان نبقى احنا برضو بنحلل دور ال 32 كله على بعضه. ده بقى فيه فرق موت، فرق كاس عالم موت. عندنا المانيا هتلاعب الباراجواي، هنقول المانيا في دور ال 16. فرنسا هتلاعب السويد، هنقول طبعا فرنسا مرشح اول، يبقى فرنسا هتلاعب المانيا في دور ال 16. تمام. خليهم دلوقتي. عندنا جنوب افريقيا هتلاعب كندا، متوقع كندا صاحبة ارض. هولندا والمغرب، ان شاء الله المغرب هتبقى المغرب ضد كندا، وانا بقول ان شاء الله المغرب برضو تعمل زي كاس العالم اللي فات كده، هتعمل توصل لقبل النهائي وابعد من كده ان شاء الله. برضو كدولة عربية نتمنى لها كل خير. فالمغرب تعدي كندا، تبقى في دور الثمانية مع مين؟ مع فرنسا هتلاعب المانيا دور ال 16. فرنسا تكسب تقابل المغرب، يبقى فرنسا والمغرب في دور الثمانية. هنقول فرنسا، يبقى فرنسا بقت في دور الاربعه. تمام. الناحيه الثانيه اسبانيا مع النمسا دور ال 32، متوقع اسبانيا. البرتغال مع كرواتيا، الولايات المتحده مع البوسنه، الولايات المتحده. بلجيكا والسنغال، يبقى بلجيكا هتلاعب الولايات المتحده. انا بقول الولايات المتحده تعدي. البرتغال وكرواتيا، قلنا البرتغال هتلاعب اسبانيا تعدي. اسبانيا تلاعب بلجيكا، اسبانيا تعدي. يبقى كده بقى عندنا اسبانيا ضد فرنسا توصل في النهائي قصاد المصريين. ما كل الفرق دي كسرت بعضها، المانيا واسبانيا كل الفرق دي كسرت بعضها عشان يجي لك الوحش الديك الفرنسيه في النهائي. طبعا احنا قلنا في البدايه ده الحلم المصري ان احنا نوصل للنهائي. كله يقول يا رب. طبعا ده بفضل الله وتوفيق، وارد ان ده يعدي. والله ان حسام حسن مثلا ان شاء الله عدينا استراليا، نتكلم كوره شويه. عديت استراليا هنلعب بطريقه محمود الجوهري الله يرحمه زمان، كله ورا 3 ديفندر. وصلت لضربات جزاء وتوفيق ربنا ونعدي. تلاقي نفسك بعد كده غانا، بعد كده البرازيل. فوارد، عيش الحلم وعيش الخيال وخدها خطوه بخطوه، والتوفيق بايد الله. بس تسلك نيتك كده كمنتخب وكناس مع بعض، ومش بعيد على ربنا، ومفيش مستحيل، وكل حاجه سهله على ربنا. لو وصلت لاخر الفيديو يا رب ما كنتش تهت مني، وانا قصدت اقول لك مين هيلاعب مين وتوقعنا ايه، عشان نعيش مع بعض الفرق وكل واحد مين في سكه مين. لو اتلخبطت وفي فريق يهمك خط السير بتاعه، اسمع الفيديو تاني وانت تعرف الترتيب. تمام. عندنا شويه معلومات صغيره بسرعه كده نقولها. افريقيا كان داخل منها 10 فرق، ال10 فرق وصلوا دور ال 32 باستثناء تونس، ف9 وصلوا من 10، وده حاجه كويسه لافريقيا. الدول العربيه 8 دول عربيه: العراق، الاردن، السعوديه، قطر، تونس. ال5 دول طلعوا. ال3 العرب التانيين اللي وصلوا: المغرب، مصر، الجزائر. وال3 عرب افارقه بالمناسبه. تمام. يبقى 3 من 8 عرب، و9 بما اننا عرب وافارقه 9 من 10 في افريقيا. تمام. لو وصلت لاخر الفيديو ادعمنا باللايك والشير،
عشان نفضل مكملين بحلم مصر الوصول لاقصى نقطه ممكنه، وكله بايد الله. وما تستغربش الكلام، ادعي ربنا بالتوفيق واتمنى لبلدك الخير، ومش بعيد على ربنا ان شاء الله. دعواتكم، ويا ريت تدعمونا، ما تنسوش تدعمونا وعيشوا معانا الحلم. اشوفكم على خير.